الصلاة سبيل فيما بينك وبين الله، الصلاة راحة. يأتيك شيء من الهموم تريد أن تتصل على فلان وتفضفض له، وتشعر أنك إذا تكلمت مع فلان أنه زال الهم الذي في قلبك. انظر، وهذا لا بأس فيه، ما يترتب عليه. ممكن أحيانا مخك يسكر، يكون الإنسان مغلق التفكير وهو من أعقل الناس، لكن لعظم ما فيه من الحزن ما يستطيع التمييز. وذلك محمد عليه الصلاة والسلام لما سألته عائشة عن ما أصابه وأشد ما أصابه، قال: لقيت ما لقيت من قومك، يعني أيام مكة، يوم كان من جماعته قبيلته اللي كان يفترض أنهم ينصروه، وجد ما عنده من الهم. قال: فانطلقت هائما على وجهي، شوف فلم أستفق، أصحى على نفسي، إلا وأنا في قرن الثعالب، قريب من الطائف. شوف ايش كثر مشى، ما يدري على الصلاة والسلام. ولذلك حتى الإنسان العاقل صاحب التمييز المفكر اللي يلجؤون له الناس، اللي عقليته كبيرة، يجيه بعض مرات سكر المخ عقله، فيحتاج إلى صاحبه أنه يفضفض له ويدله. قبل هذا توضأ وابذل همك بين يدي الله عز وجل. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. قالوا الصلاة صلاة الفرائض، أو أنه يتنفل، تشكو إلى الله، تبذل همك بين يدي الله، يعيدك الله عز وجل إلى جادة الصواب، يثبتك، لأن بعض المصائب قد تذهب بالعقل، فلما يثبتك الله عز وجل فإذا بك رابط الجأش تستطيع التمييز، ما تتحول مصيبتك إلى مصيبة أكبر ممكن تفقد عقلك فيها، لأن بعض الصدمات مؤلمة تخرج الإنسان من عقله. اشتكي إلى الله عز وجل، الصلاة قربة بينك وبين الله.